سلام. اليوم راح نسوي شرك عراقي. عندي 6 أكواب طحين، كوب سكر، 3 ملاعق حليب باودر، خمرة، برش قشر ليمون، بياض بيضة، ونص كوب زيت. راح أعجن زين بالمي الدافي، وآخر مرحلة كالعادة أضيف لها قطعة زبد تنطي طراوة العجينة. عجيبة العجينة تطلع فشي. هاي عجينتنا راح نخليها تختمر، نبدي نشكلها. اكو هواية فيديوهات تعلمكم شلون تشكلون قطع الشرك، او السوريين الله يتمم لهم فرحتهم ان شاء الله يسموه المعروق. هاي شكل قصيبة، تقدرين تسوي الدائرية تسديها وتبقيها كما هي. هذا الشكل. هذا الشكل الثاني، وقسم بقيتها دائرية حشيتها بجوز الهند، وصفار البيضة خليت لها شوية حليب دهنت بها الوجه، وبعدين السمسم. أهم شي مرحلة التخمير بالفرن على البخار. وهذا طلع عندنا الشرك مالتنا قطني وهش ولذيذ بشكل. شوفوا العجينة شلون طلعت ريشة. علينا وعليكم بالعافية.